من اكثر المواضيع اللي تستفزني شخصيا منذ مراهقتي ولا شويه قبل المراهقه هذا الموضوع، موضوع النساء اللي تنضرب ليل ونهار، البنات اللي يدوا الضرب. واللي يستفزني اكثر واللي نحب نخبط راسي عليه في الحيط اكثر والبنات اللي تبرر انا اللي غلط، البنات اللي تجيها عادي، البنات اللي تقول لك ضربني. شوف انا من اكثر الاشياء اللي ما نقدرش نفهمها هي المراه او الطفله اللي تقول لك عادي ضربني يحبني راهو يربيني. بنات الله يرحم والديكم اسمعوا، راح نحكي لكم لانه انا كبرت في حي شعبي وشفت بعيني هادو اشياء هكذا. عندنا بنات كنا نجبدهم تحت رجلين خاوتهم، بنات في الجامعه باسم الحب والتفاهه وعشقي وغرامي تدي الضرب كي الكلب حاشا السامعين من حب قلبها اللي هو براني لانه يحبها يربيها. اعلامتي حاشا السامعين كلب حمار شو يعني. بس نتكلم. ورساله اخيره قبل ما نقول لكم تصبحوا على خير وتصبحوا على واقع اجمل. العنف مش عادي، اللي قاعدة تعاني من العنف ربي يقدرها وربي يعاونها وربي يكون هو في كتافها بأي طريقة كانت. إن شاء الله إما تلقى حل وتستريح بالطريقة اللي هي تشوفها وظروفها تسمح لها. لكن بليز ما تردوش فقط العنف طبيعي يا بنات. إذا ضربك قبل ما يتزوج بك راح يمرمدك بعد الزواج، فيلنع الحب التافه والجايح اللي جابوك الرجال باش يضربوك رخاص. انا نقولها وما عنديش مشكل، جابوك رجال ما تخليش واحد براني يضربك بكل بساطه، خاصه اذا كنتي في البدايه تقدري تسلكي روحك. الا قدرتي تسلكي روحك سلكي روحك، اما كيطيح الفاس في الراس. رسائل اللي شتها توجع القلب. ليله سعيده.